الفيزيكال ماشين اللي هي الحديده بتاعتي، ده الفيزيكال ماشين. بيبقى عندي اكتر من اوبريتنج سيستم على نفس الفيزيكال ماشين بس بشكل فيرتشوال ماشين. النهارده رحت الجامعه متاخر، كانت فاتتني المحاضره، واول ما دخلت لقيت زميلي بيقول لي احنا عندنا مشكله كبيره جدا. قلت له بس ايه المشكله؟ قال لي الدكتور طالب مننا اوبريتنج سيستم غير الاوبريتنج سيستم اللي على الماشين بتاعتنا. انا بستخدم ويندوز 10 وزميلي بيستخدم ويندوز 7، والدكتور عايز كالي لينكس. قال لي الحل ان احنا نشتري كيسه او نشتري ماشين جديده، كمبيوتر او لابتوب او نشتري سيرفر. قلت له الحل ابسط من كده، احنا هنعمل كده بالفيرتشواليزيشن. ايه بقى هو الفيرتشواليزيشن؟ السلام عليكم، انا احمد هاني وحضراتكم على نتوركيت. بكل بساطه الفيرتشواليزيشن هي سيرفيس بتتيح لي ان انا يبقى عندي اكتر من اوبريتنج سيستم على نفس الفيزيكال ماشين. الفيزيكال ماشين اللي هي الحديده بتاعتي، ده الفيزيكال ماشين. بيبقى عندي اكتر من اوبريتنج سيستم على نفس الفيزيكال ماشين بس بشكل فيرتشوال ماشين. الكلام ده بيحصل ازاي؟ الكلام ده بيحصل من خلال ان انا بنزل اوبريتنج سيستم بيدعم الفيرتشواليزيشن زي مثلا بروكسماكس، او بستخدم برامج، بستخدم ابلكيشن زي فيرتشوال بوكس او في ام وير. طب ايه الفرق ما بينهم؟ يعني ايه الفرق ما بين الابلكيشنز زي في ام وير، فيرتشوال بوكس، هايبرفايزر؟ الحقيقه مفيش فرق كبير ما بينهم، هو بس شويه فيتشر، كل واحد ليه الفيتشر بتاعته، حاجه بسيطه خالص لا تذكر، لكن هما بيأدوا نفس الغرض، الفيرتشواليزيشن. الفيرتشواليزيشن يعني بيبقى عندي اكتر من ماشين شغاله بشكل فيرتشوال جوه البرنامج، نفس الماشين اللي انا شغال عليها، انا اللي بختار الاوبريتنج سيستم وانا اللي بحدد اعمل فيها كل اللي انا عايزه. مش بس كده، ده انا اقدر كمان اطلع النت واعمل حاجات كتير جدا بعملها على الاوبريتنج سيستم الحقيقي، لان هو فعلا اوبريتنج سيستم حقيقي لكن على شكل فيرتشوال. كيس تانية ان انا النهارده شركه اي تي سيرفيس، انا شركه بتاعت اي تي سيرفيس بتقدم السيرفيس الاي تي لاكتر من مكان، لاكتر من شركه، ان كان مستشفى، ان كان سكول، ان كان كاستمر سيرفيس، ان كان شركه كول سنتر. كل دي شركات انا اللي بقدم لها الاي تي سيرفيس كشركه. طيب الكلام دوت عشان نديره لو احنا 20 شركه، هل انا محتاج اشتري 20 سيرفر؟ الاجابه ان هو لا. الموضوع ده كوستي عالي قوي، زائد ان هو بادجت عالي قوي، زائد ان محدش اصلا بيعمل الكلام ده. طيب الحل ايه؟ ان انا زي ما قلت لك بقوم الفيرتشواليزيشن، بجيب 5 6 سيرفرات واقوم عليهم الفيرتشواليزيشن والم عليهم كل الشركات اللي انا اوريدي بقدم لهم السيرفيس دي، مفيش اي مشكله. وان كان حتى ان كل شركه باوبريتنج سيستم مختلف، او انا قادرها باوبريتنج سيستم انا اللي حدده. يعني مش شرط ان كلهم قادرهم بنفس الاوبريتنج سيستم، انا اللي بحدد ده، انا اللي بحدد كل شركه هتمشي باي اوبريتنج سيستم كشركه اي تي سيرفيس. خلي بالك يا باشمهندس، ده سؤال انترفيو، يجي لك الراجل التكنيكال في الانترفيو يقول لك يا باشمهندس النهارده انا شركه انفورميشن تكنولوجي بقدم السيرفيس بتاعت الانفورميشن تكنولوجي، ودلوقتي انا بدير حوالي 20 شركه، هل انا محتاج اجيب 20 سيرفر؟ طبعا ده كوست عالي، بادجت عالي، ميزانيه كبيره جدا. ده سؤال انترفيو. عمر الراجل ما يجي لك يقول لك ايه هو الفيرتشواليزيشن، ما بتجيش كده. هو لازم الموضوع يبقى واخد يعني يوتيرن كده شويه، يبقى لافف شويه. انت كل اللي هتعمله ايه؟ هتقول له لا، احنا نقدر نعمل الكلام ده من خلال الفيرتشواليزيشن، نقوم كل شركه على اوبريتنج سيستم اللي احنا نحدده من خلال الفيرتشواليزيشن، ونقدر ندير الموضوع ده من حوالي 5 إلى 6 سيرفرات بالكتير. ده مش بس 20، ده انا اقدر ادير 50 شركه من ال5 6 سيرفرات دول بسيرفيس الفيرتشواليزيشن. طيب يا شباب، كده احنا فهمنا فكره الفيرتشواليزيشن، ان هو وظيفته بيخلي لنا في اكتر من اوبريتنج سيستم على نفس الماشين الفيزيكال بتاعتنا لكن بشكل فيرتشوال من خلال برامج زي الفي ام وير، وده اللي هنستخدمه طول الكورس بتاعنا بالمناسبه. ويلا بينا اشرح لك كل حاجه، ستورج، ميموري، كل حاجه، كابابيلتي، كل حاجه ممكن، بروسيسور، كل حاجه في الفي ام وير. دلوقتي هنشوف كل حاجه، هنشوف البرنامج، هنشوف كل حاجه. قبل ما ننهي الجزء النظري ونخش على العملي، انت طبعا هتسال اجيب البرنامج منين، اجيب الايزوهات منين؟ هتلاقي تحت في الديسكريبشن في ريسورسز انا سايب لك الايزوهات. ويندوز سيرفر 2019 تقدر تعمل لها، تنزلها، تضغطها في ملف، هوريك دلوقتي ازاي. وويندوز 10، ودي الايزوهات بتاعه الاوبريتنج سيستم اللي احنا هنشتغل عليها طول الكورس ان شاء الله. وهسيب لك كمان في الديسكريبشن رابط تحميل على طول برنامج الفي ام وير عشان على طول تبدا تجرب معايا. ولو عندك اي مشكله قابلتك، اي بروبلم، المحتوى ده تفاعلي، اكتب لي تحت ان شاء الله في الكومنت ونرد عليك. يلا بينا على العملي.
طب يا باشمهندسين دلوقتي بس قبل ما نعمل انستول لويندوز سيرفر عايز بس اديكوا هينتس بسيطه كده عن الشيرنج اوف ريسورسز عشان بس تكون ملم معايا وما تتوهش واحنا بنشرح. الشيرنج اوف ريسورسز كل ما يخص محتويات النتورك. النتورك عندي بتتقسم لمحتويين اتنين، الهاردوير والسوفت وير. في الهاردوير انكلودد كمبيوترز يعني كل ما يشمل محتويات الهاردوير زي السيرفر زي الراوتر زي السويتش زي الكابلز، كل ما يخص المحتويات الملموسه المحتويات الماديه، كل دي ديفايسز، كل دي الديفايسز بتاعتني في الهاردوير. كل دوت ما يخص الهاردوير ديفايسز. طيب يا شباب كمان في السوفت وير عندنا الراوتنج سوفت وير وعندنا الهوستنج سوفت وير. راوتنج سوفت وير يعني البرامج اللي بتعمل راوتنج بين الاجهزه على الانترنت وبعضها، هنتعرف عليها خلال الكورس وليها موضوع معانا ما تشغلش نفسك بيها قوي، بس عايزك تكون عارفها دلوقتي وهنشرحها ان شاء الله بعدين هنتطرق ليها. والهوستنج سوفت وير هي برامج بقى الاستضافه، هي برامج الاستضافه هنشرحها برضك مع الراوتنج سوفت وير قدام شويه. كمان بقى انذر سوفت وير، يعني ايه الكلام دوت؟ وكل ما يخص برضك السوفت وير كبروتوكولز. ايه هو بقى يا باشمهندس البروتوكولز او ايه البروتوكولز؟ دي مجموعه من القوانين وقواعد كده بتحدد لنا ازاي البيانات تتنقل من جهاز للتاني بشكل يعني ينظم البيانات، ينظم ارسالها واستقبالها. مثال مثلا زي الدي ان اس، التي سي بي اوفر اي بي او التي سي بي اي بي والاتش تي تي بي. ده بالنسبه للبروتوكولز. طيب بالنسبه بقى للكونفيجريشن، بالنسبه للكونفيجريشن يا باشمهندس دي اعدادات احنا بنعملها ان كان على مستوى الهاردوير مثلا لديفايسز، فمثلا على سبيل المثال اعدادات للهاردوير، اعدادات للسويتشات للرواتر، بنظبط اي بيهات، كل دوت هنتعرف عليه قدام برضك شويه. واعدادات كمان للبروتوكول. دي الكونفيجريشن بنكتبها احنا بايدينا، يعني هنعملها ان شاء الله مع بعض قدام شويه في اكتر من فيديو، هوريك ازاي هنعمل اكتر من كونفيجريشن لاكتر من حاجه ان شاء الله. طيب بالنسبه بقى للسكيورتي يا باشمهندس، ركز بقى معايا بالنسبه للسكيورتي. السكيورتي دي شويه اجراءات احنا بناخدها زي الباسورد زي الفاير وول. الفاير وول ده جهاز بالمناسبه او برضك هنتعرف عليه قدام شويه، هنشرح منه كل حاجه ان شاء الله. هنتطرق ليه برضك، هشرح لك منه جزء في الفيديو بتاع الفي بي ان وهنشرحه كمان في فيديو لوحده. هو برضك بيعمل ايه؟ هو بيساعد ان هو بيأمن الشبكه بتاعتي، بيساعد بشكل كبير. يعني هو بيسميونه اصلا الجدار الناري، يعني جدار الحمايه في الشبكه. كل دي وسائل هدفها ان هي تحميني من الاختراق، ان انا يتم عمليه اختراقي. برضك السيرفيس هي بقى الخدمات زي الايميل زي المواقع، مشاركه البيانات والطباعه، الالعاب الاونلاين وغيرها يعني. بس ده بالنسبه للشيرنج اوف ريسورسز، محتويات النتورك. كل حاجه من الحاجات دي هناخد معاها وقت، هنشرحها في فيديو لوحدها ان شاء الله بعد كده. دلوقتي بقى كلمني كواقع عملي ايه اللي بيحصل في موضوعنا النهارده، الفيرتشواليزيشن. بص يا هندسه، بكل بساطه انا مثلا النهارده هنشتغل على برنامج الفي ام وير. الفي ام وير بيعمل ايه في الجهاز بتاعي اللي هو الفيزيكال؟ لما انا بحمله واجي انستول عليه فيرتشوال ماشين ويندوز سيرفر مثلا اللي احنا هنعمله النهارده. بص يا هندسه، انا مثلا عندي 16 جيجا رام، ده الفيزيكال ماشين بتاعي. فانا بقول للفيرتشوال ماشين خدي لي 5 جيجا رام او خدي لي 8 جيجا رام. انا اللي بخش بحدد ده. فهمت الفكره؟ هي دي الفكره، انا اللي بخش بحدد انا محتاج قد ايه من الرام الاصليه بتاعه الفيزيكال ماشين. باخد منها 4 مثلا جيجا رام، 5 جيجا رام، 8 جيجا رام. طب يا هندسه بالنسبه بقى للستورج، انا النهارده عندي 1 تيرا مثلا على الجهاز بتاعي الفيزيكال. اوكي، انا بقى بخش بحدد انا عايز مثلا من ال1 تيرا دي قد ايه للجهاز الفيرتشوال. انا اللي بحدد ده. ان كان ما الجهاز الفيرتشوال دوت عليه اي اوبريتنج سيستم غير الاوبريتنج سيستم بتاع الفيزيكال ماشين، مش هتفرق، لان انا اللي بحدد الكابابيلتي بتاعت الفيرتشوال ماشين الجديد. لو لينكس، لو ويندوز 10 وانا مثلا عندي ويندوز 11، فانا اللي بحدد بقى الكابابيلتي هاخد قد ايه من ال1 تيرا. كمان ياخد كام كور من البروسيسور بتاعي، ياخد قد ايه من البروسيسور. كمان نوع النتورك، كارت النتورك بتاعي، كارت الشبكه، النوع اللي هو هيشتغل بيه انا اللي بحدده له. دوت الفكره كده العامه في الفيرتشواليزيشن اللي هيعمل ايه في الجهاز الفيزيكال بتاعي، في الجهاز الفيزيكال ماشين بتاعتي. ازاي هنعمل الفيرتشوال ماشين بالشكل ده اللي احنا لسه شارحينه. يلا بينا نعمل انستول ويندوز سيرفر.
طيب يا شباب، فتحنا البرنامج اهو الفي ام وير. ده الانترفيس الداخلي بتاع الفي ام وير من جوه. انا بستخدم النسخه 17 برو، ممكن تستخدم النسخه 16 12 17. مش هتفرق قوي، هيكون بس في فيتشر ازيد او فيتشر اقل، مش كتير قوي، فمش هتفرق جامد يعني. عندنا 3 اختيارات زي ما انت شايف كده. اول واحد فيهم create new virtual machine. يعني ايه؟ يعني انا اللي بكرييت اول virtual machine، بكرييت virtual machine من الصفر، انا اللي بحط لها الاوبريتنج سيستم، انا اللي بحط لها كل حاجه. طيب انا بحط الاوبريتنج سيستم ازاي؟ من خلال حاجه اسمها الايزو او الايزوهيه. ايه هي بقى الايزوهيه؟ الايزو او الايزوهيه هو اوبريتنج سيستم مضغوط جوه ملف عندي في الديسك بي سي. هو حاطه في اي بارتيشن من اللي احنا عملناهم الفيديو اللي فات. لو ما اتفرجتش عليه خش شوفه. نرجع لموضوعنا. ملف الايزو هو اوبريتنج سيستم مضغوط في ملف. الاكستنشن بتاعه .iso. طيب لو انا اصلا عندي بقى ماشين اوريدي موجوده، عملت لها سيت اب مثلا، او على فلاشه خدتها من حد مثلا، او مثلا هي على ويب براوزر معين، هي جاهزه. كل اللي انا اعمله هجيبها من المكان اللي هي متخزنه فيه، بس هي دي الفكره. بقول له اوبن نيو فيرتشوال ماشين وبعمل لها مثلا زي استدعاء كده. هي اصلا معمول لها كرييشن، معمول لها كل حاجه، انا بس يا دوبك بستدعيها. هي اصلا جاهزه وعندي مخزنها في الديسك بي سي، مخزنها في اي بارتيشن. كل اللي فيها بقول له اوبن نيو فيرتشوال ماشين وبعمل لها زي استدعاء كده. ده بكل بساطه يعني. هي اصلا عليها هي معمول لها كرييشن خلصانه. زي ما احنا قلنا، انت واخدها مثلا من حد على فلاشه، او هي جاهزه عندك. فبس كل اللي انت بتعمله ان انت بتستدعيها، وهي اصلا بتبقى عندك جوه الديسك بي سي، حاططها في اي بارتيشن او مخزنها في اي فايل. واخر حاجه كونكت تو ريموت سيرفر، يعني في سيرفر في مكان تاني. انا كل اللي فيها بعمل عليه كونكت، هعمل عليه كونكشن واخده عندي كفيرتشوال ماشين بكل بساطه. زي ما اتكلمنا كده في اول الفيديو. دلوقتي بقى ننستول فيرتشوال ماشين. هندوس على كرييت فيرتشوال ماشين، هندوس على كاستم، هندوس على ورك ستيشن 16. بعد كده هحط هقول له انستول كده، هقول له انستول اوبريتنج سيستم ليتر عشان ما احطش اللايسنس دلوقتي وممكن يحصل لي اي مشكله. مش هيحصل مشكله قوي، بس يعني تفاديا لاي حاجه ممكن تحصل. هنحطها اوريك هنحطها ازاي بعد كده. انا هنستول ايه؟ مايكروسوفت، بس هقول له ويندوز سيرفر 2019. هو اوريدي حاططها، مفيش مشكله. جميل. بعد كده بيقول لي سميها، هي ويندوز سيرفر 2019. انا هختصر اسميها وين 10 وين سيرفر 2019، وين سيرفر 2019. ودلوقتي هو بيقول لي اللوكيشن، المكان اللي انت هتستدعيها منه. هنفتح الديسك بي سي. انا هستدعيها منين؟ هنشوف دلوقتي. هنفتح الديسك بي سي، هنخش على البارتيشن ده بارتيشن الدبليو كنا عاملينه في الفيديو اللي فات بتاع البارتيشنز، اللوجيكال بارتيشنز. هنفايل جديد، هنعمل فايل جديد. كليك يمين، نيو فايل على طول، نيو فولدر فايل. وبس كده هنسميه بنفس اسم الفيرتشوال بتاعتنا. هنسميه وين 10 مثلا، وين سيرفر. بعد كده ندوس اوكي، نيكست. طيب هنا بيقول لي يوفي ولا بايس. ايه يوفي وبايس ده هنعرفه في السيشن الجاي، في جزء نظري برضك هنشرحه من الكتاب ان شاء الله. بس دلوقتي هنختار يوفي. بعد كده الكور، انا هختار 2 و2، واخلي الميموري بتاعتي برضك 2. هنا النتورك تايب، وانا هختارها لما اخش جوه، فكستمايز براحتي بقى لما ادخل جوه. هنعملها مع بعض. هختار الساس. هنشرح برضك في السيشن الجايه كل انواع التوصيل بين الهاردوير. فدلوقتي هنختار الساس، هنختار NVMe، وهنشرح الفيديو الجاي ان شاء الله الفرق بين الساتا والسكازي والNVMe. هنشرح كل دوت، بس دلوقتي هنختار NVMe. هنكريت فيرتشوال هارد ديسك. مش معانا هارد ديسك دلوقتي، فهنكريت فيرتشوال هارد ديسك. هنخليه زي ما ظهر لنا كده 60 لكن سنجل فايل. هنا بيقول لنا حط الفيرتشوال هارد ديسك بتاعك في مكان. احنا هنختار نفس المكان اللي حطينا فيه في المره اللي فاتت، نفس اللوكيشن اللي حطينا فيه الفي ام بتاعت ويندوز سيرفر من شويه. هقول له نيكست. بعد كده طلع لي سمرايز على كل اللي انا عملته دلوقتي، يعني سمري صغير كده. بعد كده فينش. بعد كده اقول له اديت هنا عشان ادخل الايزو بتاعتي في السي دي اند دي في دي. لكن في الاول هندوس هنا، هندوس كاستم وهنخش هندوس كاستم في النت 8.
لو انت على 16 برو هيبقى في ام نت 7 بالمناسبة. بعد كده نخش بقى نجيب اللايسنس بتاعتنا او الايزو هي بتاعتنا. هنخش دلوقتي نجيبها، وهي دي اللي هتقوم لنا الماشين بتاعتنا اب، هي دي اللي هتفتح معانا الماشين. من غيرها طبعا عمر الماشين ما كانت هتفتح. دخلنا الديس بي سي، ودلوقتي فتحناها من الفايل اللي هي محطوطة فيها، وعملنا لها استدعاء، وبعد كده بندوس اوكي، وبنقوم بقى الماشين بتاعتنا. بنسيبها تحمل شوية، وبعد كده بتقوم بيقول لي اللغة هتبقى ايه، انجلش على طول. بعد كده اوكي. بعد كده هنستنى شوية هتحمل. هنختار بقى هنا الداتا سنتر، وهتبقى ديسكتوب اكسبيرينس. ليه؟ لان الستاندرد بيطلعها لي سي ال اي، وانا عايزها جي يو اي. بعد كده هل انت اكسبتد؟ اوكي انا اكسبتد. هندوس كاستم، بعد كده هندوس نيكست. هنا بقى بيعمل انستريشن طبيعي جدا، انا مش هياخد وقت كبير، سيبه يحمل. بعد كده هيطلب مني الباسورد. الباسورد هتبقى كومبلكس بالمناسبة. يعني ايه باسورد كومبلكس؟ يعني باسورد فيها حروف وفيها ارقام. زي مثلا ايه، انا بخلي الباسورد الكومبلكس بتاعتي ACD اسد مثلا، من 1 إلى 9، والعلامة بتاعت الدولار ساين. فهنحط الباسورد كومبلكس زي ما اتفقنا، وهنقول له فينيش. دي باسورد الادمنستريتور اللي هيبقى على الماشين دي. كده هيقول لي بقى دخل الباسورد اللي انت لسه عامله من شويه. هندخل الباسورد، بعد كده هنقول له اوكي. اول ما تفتح الماشين هتلاقي السيرفر مانجر بيشتغل معاك على طول كده عادي. يبقى انا مش عايز اول ما افتح الماشين بتاعتي السيرفر مانجر يفتح معايا كده عادي. هقول له عادي، هقول له مانج، وهقول له قايل له سيرفيس مانجر، واقول له دونت ستارت سيرفر مانجر اوتوماتيكلي ات لوجن. بس ده لو انت مش محتاج ان اول ما تفتح السيرفر مانجر يفتح معاك على طول. سوري، السيرفر قصدي يفتح معاك السيرفر مانجر على طول. بس انا دلوقتي مش محتاج كده، فهسيبها كده عادي. لو انت مش محتاج ان اول ما تفتح السيرفر يفتح لك سيرفر مانجر على طول، فسنج اب على طول هتدوس على علامة صح وخلاص. خلص الموضوع ده. خدها قاعدة كده يا باشمهندس، اول ما الماشين الجديدة بتفتح معاك لازم تعمل 3 حاجات على طول: ديت وتايم، اي بي، وتدي نيم. بس قبل ما نعمل الكلام ده كله، الشكل ده كده اللي انت شايفه ده مش شكل شغل، يعني مش هينفعنا في الشغل. ففي ميزه حلوه قوي في الفيم وير اسمها فيم وير تولز، بتكبر معاك السبيس، بتقدر تشتغل احسن. فدلوقتي هننزل فيم وير تولز لان الشكل دوت مش هينفعنا في الشغل. فهتظهر لي كده، وهعمل انستولينج عادي ما فيهاش اي حاجه، بسيطه خالص. وبعد كده يطلب مني ان هو يرستارت الماشين، هقول له عادي يرستارت ماشين مفيش مشكله. بس نيكست نيكست وانستول كاستم سوري، بعد كده نيكست انستول عادي. بس كده الفي مور تولز بقى ادتني تولز زياده، خلتني اكني على ماشين حقيقيه، مفيش اي مشكله. في حته السبيس او المساحه هتواجهني، يعني الموضوع بقى احسن كتير. بس كده هيطلب مني دلوقتي ادخل الباسورد تاني، مفيش مشكله، هندخله الباسورد نفس الباسورد بتاعنا اللي احنا معتمدينه. اوكي. بعد كده هنخش على طول على السيرفر مانجر، هنخش على طول ونعدل بقى الديت والتايم زي ما احنا اتفقنا. على طول بيقول لي كندا، قلت له يا عم احنا مش في كندا خالص كايرو، فنختار كايرو. اوكي. بعد ما نختار كايرو هو ظابط لي التوقيت، يعني التوقيت مظبوط. انا دلوقتي عندي الساعه 7 55 دقيقه تقريبا زي ما باين كده، في الماشين الحقيقيه وفي الماشين الفيرتشوال. بس لما نعمل ستارت هتلاقي الساعه اتغيرت، رجعت حوالي ساعتين ورا، يعني بقت حوالي 5. هنشوف الموضوع دوت بعد ما نعمل ريستارت ونرفرش الماشين تاني. طيب بعد كده هنخش على الاي بي، هنخش عادي مفيش مشكله، ندي اي بي، هنفتح اثرنت 0 بروبرتس. اوكي. تي سي بي فيرجن 4، بعد كده انترنت بروتوكول فيرجن 4، وبعد كده هندي اي بي 192.168.1.1. هتلاقيه على طول يروح باي ديفولت كده منزل لك السبنت ماسك من عنده، بينزله على طول از دايركت. اوكي. طيب دلوقتي بقى هنغير النيم، هندوس على كمبيوتر نيم، فتح معانا كمبيوتر نيم عادي خالص.
مش هنغيره من كمبيوتر، مش هيتغير. هنروح على تشينج وهنحط اسم الكمبيوتر بتاعنا الجديد، هنسميه مثلا على اسم القناة نتوركيت. وبعد كده هندوس اوكي. بعد كده هيطلب مننا ان هو يرستارت الماشين، هنسيبه يرستارت الماشين عادي ويرجع من الاول وجديد. طيب دلوقتي هنخش تاني، هنكتب الباسورد بتاعنا وبعد كده الماشين بتاعتنا هتفتح. الماشين اشتغلت. زي ما قلت لكم كده الساعه رجعت ساعتين ورا، يعني ما تتخدعش بالحته دي ان هو لا مظبوطه قوي، لا لا لا، فانت اظبطها حتى لو هي مظبوطه مفيش مشكله. احنا هنخليها بقى 55 دقيقه 56 دقيقه زي ما موجود دلوقتي عندي. وبعد كده اوكي اتس اوكي. بعد كده خلصنا والماشين اشتغلت واتظبطت. وان شاء الله الفيديو الجاي هيبقى انستول ويندوز 10 عشان بعد كده بقى نبدأ نمشي ستيب باي ستيب في البلان بتاعتنا او في الرود ماب بتاعتنا، ونوصل مع بعض ان شاء الله لاحسن مستوى. بس بكده هتكون حلقة النهاردة خلصت. يا رب الحلقة تكون لطيفة جميلة سهلة، الدنيا بسيطة خالص، ما تستصعبش حاجة، وان شاء الله بالتوفيق. وقبل ما تمشي ما تنساش ذكر الله وانك تصلي على النبي، واشوفك الفيديو الجاي. السلام عليكم.